السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبأفضل حال. حلقتنا اليوم مختلفة تماما ومليئة بالأحداث الكروية الممتعة. سنتحدث بكل بساطة ووضوح عن أبرز المستجدات في عالم كرة القدم. سنتناول أزمة برشلونة الأخيرة، كيف وصلت الأمور إلى هذا الوضع ولماذا؟ كما سنلقي نظرة على ريال مدريد الذي يبدو أنه يستغل كل فرصة وبأفضل طريقة ممكنة. بالطبع لن نغفل عن الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعيش قمة الإثارة مع تألق فريق ليفربول وتذبذب أداء مانشستر سيتي. اربطوا الأحزمة وأعدوا فنجانا من القهوة أو الشاي ودعونا ننطلق معا في رحلة ممتعة بين تفاصيل كرة القدم. هيا لنبدأ لأن لدينا الكثير لنناقشه. حسنا، لنبدأ بالدوري الإسباني. الحقيقة أن برشلونة يمر بفترة عصيبة، 3 مباريات متتالية بدون تحقيق أي انتصار في الدوري. الفريق الذي بدأ وكأنه لا يمكن إيقافه في البداية أصبح فجأة يتعثر ويهدر النقاط، فما السبب؟ أولا، هناك مشكلة واضحة في الجانب البدني. نشاهد الفريق يبدأ المباريات بقوة وحماس لكنه يفقد التركيز والكثافة مع بداية الشوط الثاني، وهذا أمر خطير في كرة القدم. ثانيا، هناك مشاكل دفاعية جلية. اللاعبون الشباب يمتلكون موهبة كبيرة ولكن تنقصهم الخبرة اللازمة في اللحظات الحاسمة. أما بالنسبة لريال مدريد فقد نجح في استغلال هذه الظروف لصالحه. مع كل تعثر لبرشلونة يرد ريال مدريد بالفوز، وإذا فاز بمباراته المؤجلة فقد يتمكن من إزاحة برشلونة عن الصدارة. كل شيء الآن في يد النادي ريال مدريد. لننتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يشهد موسما ناريا مليئا بالإثارة. فريق ليفربول يقدم أداء رائعا هذا الموسم، وقد أثبت قوته بثبات أدائه وتألق لاعبيه. يبدو أنه في طريق المنافسة على اللقب، ولكن هل حسم الدوري بعد؟ بالطبع لا، فشهر ديسمبر يحمل في طياته جدول مباريات مزدحم وصعب، وهنا تظهر قوة وصمود الفروق الكبرى. أما مانشستر سيتي فالوضع يبدو مقلقا بعض الشيء، ومع تعدد العثرات وعدم استقرار في الأداء المدرب غوارديولا يواجه ضغوطا متزايدة، خاصة مع التوقعات العالية التي يحملها الفريق بفضل تاريخه في الهيمنة. والسؤال الأبرز هو: هل سيتمكن السيتي من العودة بقوة؟ الأيام القادمة ستكشف لنا الإجابة. أما بالنسبة لأرسنال ومانشستر سيتي مانشستر يونايتد فالمباراة المقبلة بينهما ستكون حاسمة. أرسنال بحاجة إلى إثبات أنه منافس حقيقي، بينما مانشستر يونايتد يسعى لتحسين مركزه وضمان مقعده في دوري الأبطال. مباراة مشوقة للغاية تنتظرنا. لننتقل إلى الدوري الإيطالي حيث يواصل نابولي صدارته بثبات مستفيدا من تراجع منافسه مثل يوفنتوس الذي يعاني من تخبط واضح. يبدو أن نابولي يسير بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب إذا استمر على هذا الأداء. وفي ألمانيا قدم عمر مرموش أداء مميزا مع فرانكفورت مسجلا هدفين رائعين في مباراة كبيرة. هذا اللاعب يمتلك موهبة وإصرارا واضحين ويعرف كيف يترك بصمته دائما. نتمنى أن يواصل تألقه ويحقق المزيد من النجاحات في مسيرته. ننتقل الآن إلى موضوع مؤثر وحساس. اللاعب إدوارد بورف تعرض لحالة صحية مقلقة خلال مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان. لحظة سقوطه كانت مرعبة حيث سادت أجواء من الصدمة بين اللاعبين والجماهير، لكن الحمد لله التقارير الطبية أكدت أن حالته مستقرة الآن. وهنا يبرز سؤال مهم: لماذا تتكرر مثل هذه الحالات؟ من الضروري إجراء دراسات جادة حول صحة اللاعبين، فهم رياضيون على أعلى مستوى ولا يمكن أن تسقط أجسادهم بهذه الطريقة. نتمنى السلامة والصحة لكل اللاعبين لأن حياتهم تبقى أهم من أي مباراة أو بطولة. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. حاولنا أن نغطي معكم أبرز الأحداث في عالم كرة القدم ونوضح لكم التفاصيل بشكل بسيط ومفهوم. أعلم أن لكل واحد منكم رأيه الخاص، ربما لديكم ملاحظات وتساؤلات، لا تترددوا أبدا في كتابتها لنا في التعليقات. وفي الأخير إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.